فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. تطور جديد في مسلسل العلاقات المتأزمة بين المغرب والجزائر بعد الإعلان رسميا في العاصمة الجزائرية عن فتح مكتب تمثيلي لحزب يطالب باستقلال منطقة الريف في شمال المغرب، في خطوة من شأنها أن تفاقم التوترات الشديدة بين الدولتين الجارتين. في السياق ذاته أثار لقاء رسمي ثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا خلال القمة السابعة للغاز في الجزائر تساؤلات عن إمكانية إطلاق تكتل مغاربي جديد يستثني المغرب. ما أبعاد هذا الاجتماع؟ وهل يعمق الأزمة المغربية الجزائرية؟ هل أصبح دعم الحركات الانفصالية أحد معالم الصراع بين المغرب والجزائر؟ لا يتعلق الأمر هذه المرة بالصحراء الغربية التي تدعم الجزائر الانفصاليين فيها للاستقلال عن المغرب، بل أصبحت منطقة الريف في شمال المغرب في بؤرة الأزمة بين البلدين بعد فتح الجزائر مكتبا تمثيليا لما يسمى بالحزب الوطني الريفي الانفصالي، وهو حدث أثار جدلا إعلاميا واسعا في البلدين. فبينما يقدمه الإعلام الجزائري على أنه اعتراف بعلاقة تاريخية تربط الشعب الجزائري بسكان منطقة الريف، تناوله الإعلام المغربي على أنه ليس أكثر من احتضان جزائري لمجموعة ممن ليس لهم أي وزن سياسي على الأرض في منطقة الريف. تلك الخطوة لا تنفصل بالنسبة لكثيرين عن التفهم المغربي لمطالب ما تعرف بحركة الماب التي تطالب بانفصال منطقة القبائل في الجزائر. حلقة أوسع في الأزمة بين البلدين كانت على المستوى الإقليمي مؤخرا، إذ اتهم كل بلد الآخر بأنه يسعى لتهديد الاستقرار الإقليمي. فالمغرب أطلق أواخر السنة الماضية مشروع المبادرة الأطلسية مع كل من مالي والنيجر والتشاد وبوركينا فاسو، والذي يهدف إلى منح هذه البلدان منفذا على المحيط الأطلسي، وهو مشروع ترى فيه الجزائر تهديدا لمصالحها الإقليمية. والحلقة الأخيرة في الأزمة بين البلدين تتجلى في مساعي الجزائر لإقامة اتحاد مغاربي جديد يستثني المغرب، وهو ما يعتبره كثيرون في المغرب محاولة جزائرية لتقسيم بلدان المنطقة. ولمناقشة هذا الملف أرحب بضيفي من الرباط. أرحب بالأستاذ يونس مسكين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، ومن باريس أرحب بالدكتور إسماعيل خلف الله المحلل السياسي والباحث في القانون الدولي. أبدأ معك أولا سيد خلف الله، ما دواعي الجزائر بفتح مكتب لحزب انفصالي عن المغرب في العاصمة الجزائرية؟ بداية أحييك أستاذ ريم وأحيي ضيفك الكريم والسادة وجميع السادة المشاهدين الكرام. أعتقد بأن ما حدث في الجزائر العاصمة قد حدث في عواصم أوروبية أخرى، ولم نلحظ ولم نرى يعني هذا الغضب وهذا يعني ما حدث هذا الحدث الذي لم تتحرك هذه الجهات المغربية. لم نرى هذا الإعلام المغربي يتكلم على المكتب الذي فتح في بروكسل منذ 6 أشهر عن ما النشاطات التي يقوم بها هؤلاء نشطاء الريف في هولندا وفي عواصم وفي دول أوروبية أخرى. ويعني قبل هذا يعني أنا أقدم نفسي كمحلل، أنا لا أمثل لا جهة رسمية جزائرية ولا لست مدافعا على هؤلاء الذين أعلنوا استقلال جمهورية الريف كما أطلقوا تسميتها. يعني هنا أنا أتحدث من موقعي كمحلل وأقول يعني أطرح هذا التساؤل: لماذا لم تحدث هذه الضجة ولم نرى أن الإعلام المغربي تحرك عندما قام هؤلاء بفتح مكتب في بروكسل وفي مناطق أوروبية أخرى؟ هذا الذي يعني نستغرب أنه يعني الأمور دائما تربط على أساس أن الجزائر تحرك هؤلاء. لكن ما هي الدواعي دكتور خلف الله؟
رغم أن لم نسمع من مسؤول رسمي صرح وأعطى تصريح، على عكس الممثل أو مندوب المغرب في الأمم المتحدة عمر هلال، الذي صرح من صرح وبناء الأمم المتحدة، تكلم على ما يسمى بالماك، هذه المنظمة التي تصنفها الجزائر على أنها منظمة إرهابية وليست لها تمثيل حقيقي، لأننا نتكلم على القبائل. هؤلاء القبائل يعني إذا تكلمنا عن القبائل أشرت إلى نقطة مهمة. نعم. أن الجزائر تصنف الماك كمنظمة إرهابية. ألا ترى ربما موقفا متناقضا جزائريا، على اعتبار أن الجزائر تعتبر حركة الماك حركة إرهابية، بينما المكتب الذي افتتح في الجزائر هو أيضا يمثل حركة انفصالية مشابهة لحركة الماك؟ أعتقد أن هناك فرق شاسع، وأنا أكرر أنني لست مدافعا أو ممثلا أو متكلما. نحن نريد رأيك كخبير طبعا، رأيك الرصين كخبير سياسي. أنا أعتقد أن الفرق شاسع عندما نقارن بأن ما يحدث في الريف. حراك الريف له مسار تاريخي واضح، ونعتقد بأن المنطقة قدمت وكانت رسمت تاريخها واضح في النضال، ونتكلم على الشخصية التاريخية التي تمثل النضال المغربي وهو عبد الكريم الخطابي. هذه المنطقة التي قدمت وأعطت منحت وقدمت شهداء للمسار النضالي ضد الاستعمار الفرنسي. نعتقد بأن هذا لا يمكن أن نمثلها بأحد هؤلاء الذين يريد أن يضع نفسه أنه يمثل منطقة القبائل، ومنطقة القبائل طيب. لا تعير له، بل تتبرأ منه. نشرك ضيفي من الرباط الأستاذ يونس مسكين. نعلم جميعا أن العلاقات المغربية الجزائرية وصلت إلى حد القطيعة. إلى أي مدى تعمق هذه الخطوة الجزائرية باحتضان حزب انفصالي عن المغرب من هذه القطيعة؟ مساء الخير سيدتي الكريمة، وشكرا لك وتحية لجمهور قناتكم المحترمة. أعتقد على أن من المعلوم ومن البديهي أن المغرب والجزائر في حرب باردة. هذا أمر واقع لا يمكن أن نتغافل عنه أو نهرب منه، وهذه الحرب الباردة تتجسد في كثير من المظاهر، من تحركات إقليمية ودولية اقتصادية وعسكرية وسياسية ودبلوماسية وغيرها. لكن هذه الواقعة التي حدثت هذا الأسبوع وفتح ما يسمى بهذا المكتب التمثيلي لحزب وهمي لشيء غير موجود على الأرض، في الحقيقة هو ينزل بهذا الصراع إلى مستوى من الحضيض لم يكن لنا به سابق عهد بشكل نهائي. وأحرص في هذه المداخلة أن أنبه علينا أن نأخذ بعض العبارات وبعض المفاهيم بنسبية وبشيء من الحذر. لا يوجد هناك حزب على الأرض ولا وجود لمشروع انفصالي في منطقة الريف. وما يحصل الآن، أنا في تقديري شخصيا، أنا في مؤسسة إعلامية وأكتب بشكل يومي، وقمت بتجاهل هذا الأمر تقديرا مني على أن الأمر مجرد عبث لا قيمة له على الأرض ولا وجود له في الميدان، لكنه في واقع الحال يسقط ورقة التوت إن كان هناك من ما يحتاج إلى إسقاط هذه الورقة على ما تبقى أو ما يمكن أن يتوهمه البعض من مصداقية في واجهات أخرى، وأقصد بالضبط واجهات الصحراء المغربية. إذن كل ما كانت تتغنى به الجزائر وتقول أو النظام الجزائري، بهذه المناسبة أوجه التحية والتقدير لكل الأشقاء الجزائريين وأتحدث عن النظام الجزائري، ما يتحدث عنه من دعم لتقرير المصير ولتحرر الشعوب إلى آخره، الآن يسقط على ما تبقى من أوراق التوت عليه بهذه المبادرة العبثية التي لا يمكن أن يأخذها أحد على محمل الجد. ليست هناك مبادرة أو حركة انفصالية على الأرض في المغرب، في شبه المغرب نهائيا، ولا وجود لهذا الحزب. والسؤال الذي طرحه ضيفكم الكريم
من فرنسا هو أعتقد أنه مردود عليه. سؤالي أنا في المقابل، لماذا الجزائر تحديدا وليس أي دولة أخرى، لا دولة عربية ولا إفريقية، هي التي افتتح فيها هذا ما يسمى بالمكتب التمثيلي لهذه المنظمة الوهمية؟ أنا لدي هذا السؤال، لماذا الجزائر بالضبط؟ علما أنه حتى لو فرضا أن هناك حركة شعبية معينة تحمل فكرا سياسيا أو مطالب سياسية في بلد ما، من الطبيعي أن البلد الجار هو الذي يكون آخر من يدخل على خط هذه القضية، باعتبار علاقات حسن الجوار التي تجمع عادة بين البلدان، خاصة إذا كان البلدان شقيقان وتجمعهما روابط تاريخية وثقافية ودينية عديدة. إذا هذه الأمور يعني أعتقد أن هناك صراع، هناك حرب باردة. تحدثت سيدتي الكريمة ريم عن اللقاء الذي وقع بين الجزائر ودولتي تونس وليبيا، هناك مبادرة مغربية في الواجهة الأطلسية ومع الدول الإفريقية. هذا كله يؤسفنا وجود هذا الصراع أصلا بين البلدين، لكن مثل هذه التحركات تبقى يمكن تفهمها ويمكن تقبلها. سنفصل في هذا اللقاء، لكن صحف جزائرية تقول إن الجزائر بهذه الخطوة ترد على اعتراف المغرب بما يسمى بجمهورية القبائل منذ حوالي 3 سنوات. هل يدعم المغرب فعلا جمهورية مماثلة؟ سيدتي الكريمة، أنا شخصيا لو أقدم النظام في المغرب مثلا على فتح تمثيلية من هذا النوع أو القيام بخطوة من هذا النوع، لن يشرفني الدفاع عنها ولن أدافع عنها ولن أتبناها. وما حدث بخصوص منطقة القبائل، وأنا كنت كتبت حول الموضوع وتابعته جيدا، كان في سياق من الجدل داخل لجنة من اللجان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان السفير المغربي يرد في نوع من المجادلة البلاغية مع السفير الجزائري الذي كان يتحدث عن مبدأ تقرير المصير وعن الدفاع عن الشعوب في تقرير المصير إلى آخره، وأتاه بهذا المثال الذي هو مطروح والذي هو مطروح في الساحة السياسية الداخلية الجزائرية، وفيه نوع من المجادلة وتعبير عن تعجيز الطرف الآخر الذي لا يستطيع أن يدافع عن هذه الأفكار عندما يتعلق الأمر بمواطنين جزائريين لهم رأي سياسي ولهم موقف سياسي. وبالتالي لا يمكن أن نقابل. المغرب لا يعترف بأي جمهورية ولا لا يوجد هذا النوع من، يجب أن ندقق المصطلحات والمفاهيم. لا يوجد هناك حزب في شمال المغرب، وهذه نوع من الأوهام التي يخلقها البعض والأكاذيب التي يخلقها البعض ويصدقها. ثم لا يوجد هذا النوع من الاعتراف الذي يتحدث عنه البعض. كان هناك جدل بلاغي سياسي من عضوين داخل اللجنة في جمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا الأمر أنا في تقديري نحن كقوى مدنية وشعبية يجب أن نساهم في الابتعاد عن مثل هذه الصغائر ومثل هذه التفاهات من الجانبين. أنا لا أدعم هذا الجانب ولا الآخر، بل أدعم أن نحتفظ بالأمل في مستقبل يجمع بين الشعبين الشقيقين.